يبقى المطلوب ايه؟ الرأسمالية وطبق عليها قانون ايه؟ هذا علشان تعرف تجيب مش بندور بقى على حاجة راحت ولا نسمع بقى الدكتور حاتم ونشوف ايه اللي هيحدد مين كنت اتمنى ان يحدثوا كافة الشخصيات العامة انه الشيخ حازم صلاح بالتواجد في ميدان التحرير، ولكن للاسف لما راح الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، أولا أشهد الله عز وجل أن هذه اللحظة بالنسبة لي أعتبرها أرجى لحظة في حياتي منذ وجدت على هذا وأنا ما جئت اليوم إلا إعذارا إلى الله عز وجل واعتذارا له، وعلى سبيل الرمز وأحب أن أقول لكم إن اليوم ليس في منتصفه، إننا الآن في أول لحظة من هذا اليوم بالنسبة لنا. وكنت أحب ألا يتخلف أحد اليوم، ولا يهم كم هو موجود من الأعداد في هذا المكان، ولكن اسمحوا لي أيها الإخوة في هذا اليوم بالذات قبل أن أتحدث إليكم أنتم أن أتحدث إلى كل أهلنا خارج الميدان قبل أن أتحدث إلى حضراتكم. واسمحوا لي أيضا أن أتحدث إليهم لأنني أعرف ماذا يمكن أن يقال لهم عن مثل هذا الجمع وهذا الحشد. أود أن أقول لمصر كلها إننا تماما مثلهم نريد لعجلة الإنتاج أن تدور من جديد، ونريد للاستقرار أن يعود من جديد، ونريد للانتخابات البرلمانية أن تتم، ونريد أن نكفل لها، ونريد أن نكفل للانتخابات جو الهدوء حتى تتم، ونريد مثلنا مثل كل شخص يعيش في هذا البلد أن تتوقف كأحداث الانفلات الأمني، ونريد أن نكفل الاستقرار حتى نستطيع أن نتجاوز المحنة والعطلة والبطالة وغلاء الأسعار. ولكن الذي حدث أننا فوجئنا بهم كلما هدأنا لهم أنهم يستعملون هذا الهدوء لا من أجل الأغراض النبيلة التي ذكرتها، وإنما من أجل أن يمتد الحكم الانتقالي العسكري. وكلما قدمنا لهم وقدمنا لأنفسنا قبل أن نقدم لهم ما يكفي لهدوء البلد، إذا بهم يستخدمون هذا الهدوء على أنه تخدير قد تم وغيبة وغفلة قد حدثت، حتى يستخدموها لكي يعلنوا بكل طفاقة أنهم سينتظرون إلى السنة بعد القادمة فوق رؤوسنا، رغم
كل الطلبات التي سمعوها. يا اخواني يشهد الله الدماء التي تجري في عروقي تأبى علي ان يكون كل هؤلاء الشعب باكمله قد طالب بمطالب محددة ثم فجأة وبدون ان يعلق على مطلب من اي حزب ولا اي مرشح ولا اي شخص ولا اي ائتلاف ولا اي جماعة، كأن احدا لم يتكلم وكأن احدا لم يطالب وكأن احدا لم يجتمع وكأن احدا لم يوقع ولم يشترط، اذا بهم يظهرون متجاهلين تماما ذكرى ان اي احد قد طالب ويقولون سنبقى فوق اعناقكم وستستمر الفترة الانتقالية التي تظنون ان لكم كرامة اليوم انكم تغضبون لانها طالت فوق 6 اشهر ستستمر 2 كاملتين. الدماء التي تجري في عروقنا تأبى علينا ان نبتلع هذه الاهانة، ولا ادري كيف يكون هناك من يبتلع هذه الاهانة. لا ادري والله يا اخواني صدقوني انا خير متصور الذين وقفوا يوما امام الميكروفونات واعلنوا انهم يصرون على اجراء الانتخابات الرئاسية من اجل ان تنتقل السلطة، والذين اجتمعوا ووقعوا وهم يصرون على ان تنتهي الفترة الانتقالية في شهر ابريل او مايو او يونيو على تنوعهم. كيف ابتلعوا ببساطة، كيف تغيبوا عن حشد اليوم وقد وجهت اليهم اهانة لا يعلق عليها احد ولا يتكلم عنها احد. لذلك يا اخواني الرحم التي بيني وبينكم حتى لو كنتم 10 افراد فقط ولن تكونوا هذا العدد، هي انني اخاطب الدماء التي لا تزال تشعر بالكرامة تتدفق في عروقها يا اخواني هذا الكلام الذي تقولونه اليوم من اننا لا نقبل امتداد الحكم العسكري في هذا المكان بالضبط، في هذا المكان بالذات على هذه المنصة من 8 اشهر في ايام 7 و8 تحديدا ثم في يوم 11 فبراير، قلت لهم اننا لا نطالب حسني مبارك باقل مما نطالب به عمر سليمان وحسين طنطاوي. هذا الكلام يا اخواني ايها الاخوة انني اعود الى مخاطبة مجتمعنا. اول نقطة قلتها لهم انني اريد لهم ان يعلموا اننا مثلهم نريد تماما ان نحافظ على استقرار مجتمعنا، لكن ان يدخل اللص على بيتي ليقتحمه
واستولي عليه، ثم اذا صرخت انا يقولون لي اطالبك بالهدوء حتى تكفل حالة من الطمأنينة في العمارة. هذا امر الذي لا بد ان يحفظ، ان الذي يعطل الانتاج هو ان المجلس العسكري قد اعلن فجأة انه سيستمر سنتين في الحكم، وان الذي يفسد أيها الإخوة المرشحون للرئاسة اجتمعوا وطالبوا، والأحزاب اجتمعت وطالبت، والهيئات والائتلافات اجتمعت وطالبت، ثم في صبيحة اليوم التالي اجتمع العسكر وقرروا انهم كأنهم لم يسمعوا وانهم سيستمرون الى السنة بعد القادمة. هذا هو الذي يعطل الانتاج، هذا الذي هو يفسد البورصة، هذا هو الذي يجعل البطالة تتفشى، هذا هو الذي يؤدي الى الانفلات الامني. أيها الإخوة في مصر وليس المتواجدين في ميدان التحرير، اوعوا تصدقوا ان نزول الناس الى المظاهرات هو الذي يؤدي الى الانفلات الامني. الانفلات الامني لما حدث بالعكس عدم نزول الناس هو الذي يمكن المجرمين من رقابهم. انا قلت من قبل ان البلطجية عندما ينزلون وتكتب الصحف انهم وجدوا ان هناك رجال اعمال وراء الاحداث. اسأل وزير الداخلية والشرطة والمجلس العسكري والحكومة اين بعدها باسبوع او اسبوعين او ثلاثة او شهر او شهرين او ثلاثة او اربعة او خمسة او ستة او سبعة او ثمانية ما اسفرت عنه تحرياتكم عن اسماء هؤلاء رجال الاعمال؟ انما اذا كنتم تظنوننا مغفلين يخرج البلطجية علينا بالامن وتسقط المباحث بعدها عن ذكر التحريات حتى لا يمس احد، ثم تمثلون امس واول امس ان هناك بعض اضطرابات داخل جهاز الشرطة، فاسفا لن نصدقكم بعد اليوم، بل والله ولم نكن نصدقكم بالامس. انني اريد يا اخواني ان تعلموا شيئا مهما. انا في يوم من الايام في شهر اكتوبر الحالي حددت توقيتا محددا، وكنت يومها كان معنا كثيرون. في اليوم التالي بدأ هذا الكثيرون تتغير مواقفهم. انا اقدر لهم هذا، عارفين ليه؟ لان هذا الكلام هم يفكرون تفكيرا منطقيا ورائعا، هم يظنون اننا نستطيع ان نؤجل، واسمعوا هذه الكلمة بكل انتباه، لا لكم انتم وانما الى كل هذا الشعب المصري. هم يتصورون ولا ادري من اين اتى كل هذا الاطمئنان اننا اذا اجلنا وقفة اليوم لمدة شهرين بحيث تكون الانتخابات قد تمت وكسبنا خطوة وحصل في مكتسبات حدثت وقطعنا خطوة اننا نستطيع ان نتحرك بعد شهرين. لا يا اخواني، الشهران نوفمبر وديسمبر يعد لهما ما تعلمون وما لا تعلمون، ولو اننا لم نسمع هؤلاء
اليوم صوتا كالرعد من هذا الشعب ان هناك من يخرج وهناك من لن يتراجع وان كان وحده وليس معه احد. يمكن ان يكونوا على ذلك ويمكن ان يقوموا بذلك بكل ما يضيع معه كل شيء. لذلك لن نترك نوفمبر وديسمبر ولن نترك حتى ولو اسبوعا واحدا. والقرار الذي سنقوم به اليوم نحن لم نعلنه بعد، ولكن الذي اود ايضا ان اذكره، صدقوني لو كنت استطيع انا شخصيا، لو كان عندي هذه الامكانية ان اؤجل مطالبة الناس والاشتراك معهم بنزول اليوم لمدة شهرين لفعلت. لو كان ممكن. نحن لا نقارن بين تأجيل وتعجيل، انما انا اعرف ان التأجيل معناه انه سيأتي يوم تحت تأثير انهار من الدماء، تحت تأثير جرائم، تحت تأثير اي شيء. ستجدون الناس بيقولوا حرام عليكم سيبوا المجلس العسكري يأجل كل الانتخابات ويبقى في الحكم. يريد إسقاط المدير، الشعب يريد إسقاط المدير، الشعب يريد إسقاط المدير. حازم يا خطير، حازم يا خطير، انت اذكى من المشير، انت اذكى من المشير. ايها الاخوة، انا اسألكم سؤالا محددا. هل سننتظر؟ هل يا ترى سننتظر حتى هل يا ترى سننتظر ونترك لهم الشعب فريسة حتى يحولوا الشعب على نعلهم خصما لمن يطالب بالحرية الحقيقية؟ الفارق، واسمعوا يا مصر كلها، الفارق بين ما حدث في مصر وبين ما حدث في بعض البلاد العربية المباركة ان الشعب المصري لم يترك الوقت وصمم كل التصميم، وبدأ بعد 10 ايام يتحرك من هذا المكان الى كل مكان. يومها عرفوا ان هناك من لن يتنازل عن هذه المطالب. لذلك ايها الاخوة، وانا لا اريد في الحقيقة ان اتكلم طويلا، ولكني كان لابد ان يعلم الشعب المصري انهم يضحكون عليه بامور، يقول له بلاش مليونيات ومظاهرات لانه هذا مضر، حتى يفوتوا ما يرتبونه لهذه البلد. ولهذا وانا اعرف تماما انه قد يكون هناك اليوم من له مصالح، ولكني كما قلت منذ اسبوعين وانا اقول هذا الكلام، ايها الاخوة، انهم يراهنون علينا على تلويث سمعة هذا النفر من الموجودين، ونحن نقول بالعكس، لو انهم التزموا بما التزموا به وكان الناس يعرفونه لكان اليوم كل الناس يؤيدونهم. هذا الميدان هتف للجيش هتافا لم يهتف لاحد، ومع ذلك اخذ هذا الهتاف لكي يصل اليوم الى تأجيل تسليم السلطة لاهل البلد. وهناك مخاطر من افظع ما يكون. اول شيء في هذه المخاطر ان الجيش قد قرر
ان يبقى، ان الجيش قد قرر ان يبقى وله السلطة ومعه السلاح وعنده السجون وعنده المحاكم العسكرية في اثناء فترة وضع الدستور. ليه؟ هل يظل الشعب ضعيفا وامامه الجيش الذي هو متسلط؟ واليوم نشرت انباء صحفية في عدة صحف بان هذا المجلس العسكري، والله اعلم بحقيقة هذه الاخبار، قد قرر ان يكون للجيش وضع سلطوي في البلد اذا ما ادي الدستور او اذا ما وضع الدستور، وهذا امر دونه اعناقنا، لاننا لا نقبل ان يأتي فصيل يؤدي الخدمة ليصير فصيلا على اعناق الناس. ليس هناك من يضع سلطته فوق هذا الشعب ابدا، وليس يهم ان نبقى على قيد الحياة، وليس يهم ان ندخل انتخابات رئاسة، وليس مهم ان نفعل اي شيء، ولكن فلنحيا كراما ولنمت كراما. ايها الاخوة، انني على عكس مطالب بعض اخواني، انا بالعكس اؤيد واحرص الانتخابات البرلمانية بكل قوتي. انا بالعكس اؤيد الانتخابات البرلمانية واحرصها بكل كياني برغم كل ما فيها من الالاعيب. هل تعرفون لماذا؟ لانهم يريدون ان يعيدونا الى نقطة نبقى بعدها وقتا طويلا حتى نعود الى نقطة اليوم مرة اخرى، ولكن نحن نعرف ما هي المسألة، وهم يريدون اكثر منا ان يوقفوا الانتخابات البرلمانية، وتأكدوا انهم يسعون الى ذلك. وكما شهد بعض اساتذة الطب من السياسيين لما قالوا ان المجلس العسكري اخبرهم بالفعل بانه اذا حدثت بعض الاحداث في الانتخابات فانهم سيلغونها. ولذلك ايها الاخوة نحن لا يمكن ابدا ان نسمح بان تتعطل الفرصة لتعبير الناس عن ارادتهم. واعتبر ان اللحظة التي يصدر فيها المجلس العسكري او الوزارة او غيرها اي قرار بايقاف الانتخابات هي شرارة البدء مباشرة وتلقائيا لينطلق الشعب كله بدون اي انتظار لاي شيء، لاننا لسنا مستعدين لان يفعل بنا كما فعل في 52 وما بعدها. اول انتخابات اجريت بعد 5 سنوات بعد ان اغلقوا الدوائر على ضباط الجيش يومها حتى لا تبقى للشعب كلمة. لا يا اخواني، نحن نعلم ما فيها من المشاكل، ولكننا اليوم امام فرصة للشعب ان تكون كلمة. وعلى فكرة انا اقول لكم هذا وليس هذا هو الوضع المثالي الذي اؤمن به انا شخصيا، ولكني اتكلم اليوم كمحصلة للحال التي صارت قائمة وحولنا ألاعيب يدبرونها ويكيدونها من كل مكان. المسألة الثانية، نحن لسنا مستعدين أن يبقى حكم من أجل أن يظل يسلم الجواسيس الإسرائيليين ويفلتهم لعدونا. منظمة حماس اضبط الله اكبر الله